السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان. والبدء بأهم العناوين. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. افتتاح المنتدى الوطني للبطاطس في أسمرة. مستشفى الدغيح يقدم خدمات صحية ناجعة. أوغندا تؤكد تفشي فيروس الإيبولا في البلاد. الجيش الصيني يصدر مدمرة أمريكية وفرقات نكرية تعبران مضيق تايوان. أردوغان يلتقي رئيس وزراء إسرائيل ويبحث معه مكافحة الإرهاب. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة مواطنان من باراديزو وعلى برعد بفيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,168، شفي منهم 10,058، وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 7 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من سبتمبر لعام 2022. افتتح في فندق أسمرة بلاصة اليوم 21 من سبتمبر المنتدى الوطني للبطاطس تحت شعار العمل المنسق لضمان استدامة الإنتاج. يشارك في المنتدى الذي يستمر ليومين 11 مؤسسة، منها المركز الدولي للبطاطس ومنظمة الأبحاث الزراعية في وسط وقرن إفريقيا، ومنظمة الأبحاث وتنمية البطاطس الإيرلندية، وسلطة أبحاث الزراعية والغذاء الإيرلندية، والمؤسسة الوطنية للأبحاث الزراعية تنزانيا، ومؤسسة الاعتماد على الذات الإفريقية، ومنظمة فيتا. وقال مدير مركز حلحلي للأبحاث الزراعية السيد سقاي برهاني في افتتاح المنتدى إن الهدف من المنتدى الأول هو الأول من نوعه توضيح التجربة الإريترية لإنتاج البطاطس المحسن واستكشاف زراعته في الهضبة والمنخفضات، وإدخال أنواع البطاطس التي لم تدخل إريتريا بعد، واكتساب تجارب الشركاء والدول الأخرى. وقدمت في المنتدى أوراق بشأن مجال الزراعة عامة، وخاصة أهمية نوعية البطاطس وآفات البطاطس والسيطرة عليها وتنمية البطاطس في المعامل، واستراتيجية المركز الوطني للبطاطس في إيرلندا، وبذور تنمية البطاطس وتجاربه وتنمية البطاطس وتأثيراته وتحدياته في كينيا والقرن الإفريقي. وقال منسق أبحاث الخضروات والفواكه السيد مدهاني محاري أن الهدف من المنتدى توزيع بذور البطاطس كثير الإنتاج والمحتمل للأمراض على المزارعين، وبناء نظام قوي لضمان أنواع البذور المحسنة على مستوى البلاد، موضحا بأن إريتريا تعمل في هذا المجال مع المنظمات الإقليمية والدولية. يقدم مستشفى الدغيح المتسلح بأجهزة طبية حديثة وأدوات كافية يقدم خدمات صحية ناجعة ويساهم في حفظ الوقت والمصارفات المالية. وأوضح المدير الطبي للمستشفى دكتور تساغازاب كفلزجي أن الأجهزة المتوفرة في المستشفى تشمل على أجهزة العمليات الجراحية وتحاليل الدم الكيميائية والآلات لتدفئة الأطفال حديثي الولادة، وكذا الآليات التخديرية وتحاليل السكر وغيرها من الأجهزة. وبموجب ذلك ارتفعت خدمات الولادة من 25% إلى 92%، والعمليات الجراحية من 7% إلى 12%، ومتابعة قبل وبعد الولادة من 58% إلى 84%، وقسم المراجعين من 47% إلى 50%، فيما بلغت نسبة التطعيم إلى 100%. وناشد الدكتور تساغازاب للعمل بقوة لمزيد من النتائج وصيانة البنيات القديمة والبنى التحتية وإيجاد حلول لضيق الغرف. وأوضح مسؤول قسم الطب الأشعة السيد كستي قبرهوت بأن القسم ظل يقدم خدمات ناجعة مع إنشاء الأجهزة الحديثة. وذكر بعض المهنيين على تقديم خدمات فاعلة نتيجة لقدم بعض الأجهزة، إلا أنهم يقدمون خدمات ناجعة في الوقت الحالي نتيجة للأجهزة الحديثة وتوفير أدوية كافية.
ويقدم مستشفى عالدغيح الخدمات الصحية لسكان مديريات عالدغيح وسنعفيه وميعين وصرونة وفورو وبعض مناطق مديرية سجنيتي. نظمت جولة يوم 21 من سبتمبر لمستشفى قدايف العمومي حول أهمية الرعاية الصحية للعيون بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس مصنع فريد هولوس لعدسات النظر. وتفقد الزوار من كلية أوروتا الطبية ومنظمات الأمم المتحدة ومصنع فريد هولوس خدمات طب العيون المقدمة في المستشفى. وذكر عضو برنامج مكافحة العمي السيد سلومون زوانجل دور ومساهمة البروفيسور الأسترالي فريد هولوس لتطوير طب العيون في إريتريا، موضحا تحقيق تطور كبير في خدمات طب العيون. وأوضح المدير الطبي لمستشفى قدايف الدكتور أبراهام داويد وخبير طب العيون سيد بمنت فالدات أن المستشفى يقدم خدمات طب العيون العامة باستخدام معدات التشخيص المتطورة. وشهد امتلاك الخدمات المجانية في المستشفى بالخدمات الصحية عامة وطب العيون خاصة. يذكر أن الاحتفال الرسمي بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس مصنع فريد هولوس قد نظم يوم 20 من سبتمبر في أسمرة. أشاد مدير مديرية رعتة سيد هبتاب قبراب بإدارة مشاريع المياه في القرى. وأوضح إرسام مشاريع مياه الشرب الصالحة في مناطق واسعة في المديرية، حيث يحصل أكثر من 80% من السكان على المياه عن قرب. وذكر أهمية العناية بمشاريع المياه لضمان ديمومة الخدمات، مشيرا إلى إقامة لجان إدارة المياه في جميع القرى التي أرسيت فيها مشاريع المياه. وأوضح إضافة 3 نقاط توزيع المياه في طيعو على النقاط ال6 السابقة، ومد خطوط مياه إضافية بطول 3 كيلومترات في إيتوس، وتبديل مضخات مياه عديلو وفيرو وحلحل، مشيدا بالمساهمة المتفانية للسكان. وقال أن جهود جادة جارية لحل مشكلة مياه القرى الواقعة على الشواطئ. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أكدت وزارة الصحة الأوغندية تفشي فيروس الإيبولا في منطقة موبيندي. وقالت الوزارة إن الحالة المؤكدة لرجل يبلغ من العمر 24 عاما ظهرت عليه الأعراض وتوفي فيما بعد. ويتسبب الإيبولا في قي وحمى نزيفية وينتشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسد. وبلغ ذروة تفشي ذلك الوباء في غرب أفريقيا في عام 2014 عندما أودى بحياة 11300 شخص في غينيا وسيراليون وليبيريا. وعادة ما يجري الإعلان عن انتهاء تفشي الإيبولا إذا مر 42 يوما منذ تسجيل آخر حالة مؤكدة دون الإعلان عن حالة جديدة. أعلنت البحرية الأمريكية أن سفينة تابعة لها وفرقاطة كندية نفذت عبورا روتينيا لمضيق تايوان، وهو ما ندد به الجيش الصيني، قائلا أن قواته حذرت السفينتين وسط تصاعد التوتر العسكري بين بكين وتايبي. وفي بيان لها قالت البحرية الأمريكية أن مدمرتها المسلحة بصواريخ موجهة والفرقاطة فانكوفور التابعة للبحرية الملكية الكندية عبرتا مضيق تايوان من خلال ممر خارج المياه الإقليمية إلى أي دولة. من جهتها قالت وزارة الدفاع الكندية أن بلادها ملتزمة بشدة بدعم الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. في المقابل قالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني أن قواتها راقبت السفينتين وحذرتهما. ويعد هذا ثاني عبور للمضيق خلال شهر واحد من قبل سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. ويأتي هذا العبور في خضم توترات متجددة بين بكين وواشنطن، حيث تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عن تايوان عسكريا إذا تعرضت لهجوم صيني. وهو تصريح قالت بكين أنه يوجه رسالة خاطئة وخطيرة إلى القوى الانفصالية الناشطة في تايوان. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في نيويورك في أول لقاء قمة بين قادة البلدين منذ سنوات.
ويتوج اللقاء مسارا من خطوات تحسين العلاقات بين البلدين. وقال مكتب لابيد في بيان رسمي أنه التقى في نيويورك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذا هو الاجتماع الأول بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس تركيا منذ الإعلان عن إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفراء والقناصل العاملين إلى إسرائيل وتركيا. وأشاد لابيد بزيادة مستوى التمثيل وكذلك تعيين السفير الإسرائيلي الجديد لدى تركيا. كما تطرق الزعيمان إلى التعاون الاقتصادي والطاقة بين إسرائيل وتركيا بالإضافة إلى التطورات الإقليمية. ألقيت أكثر من 2400 رحلة جوية في أوروبا بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين وفقا لتقرير نشرته المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، فيما يلوح إضراب جديد في الأفق نهاية الشهر. وتم إطلاق التحرك الاجتماعي من قبل الاتحاد الوطني للمراقبين الجويين للمطالبة بزيادة الرواتب في مواجهة التضخم وأيضا التسريع للتوظيف. وطلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من الشركاء إلقاء نصف برامج رحلاتها احترازيا، أي نحو 1000 رحلة تغادر الأراضي الفرنسية أو تصل إليها. ويشعر الاتحاد الذي أعلن إضرابا جديدا من 28 إلى 30 سبتمبر بالقلق بشأن المستوى الحالي للتضخم بالإضافة إلى التوظيفات المستقبلية، ويريد الاستفادة من فترة الإشعار للتفاوض بحسب بيان نشر. تذكير بأهم العناوين مجددا. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. افتتاح المنتدى الوطني للبطاطس في أسمرة. مستشفى الدقيح يقدم خدمات صحية ناجعة. أوغندا تؤكد تفشي فيروس الإيبولا في البلاد. الجيش الصيني يحذر مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبران مضيق تايوان. أردوغان يلتقي رئيس وزراء إسرائيل ويبحث معه مكافحة الإرهاب. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.